الجرسون بيولع في الكتاب لما بيشوف الزبون متضايق، والزبون بيقفل الكتاب وبيقول له سيبني وامشي، وبيقول له دي خدعه صغيره، وبياخد ايد خطيبته وبيقول له انا هعمل لها سحر، وايديها بيكون فيه 2 خاتم، فبيعمل سحر وبيخلي فيه خاتم واحد، وابوهما بيزعق له وبيقول له انت وديت الخاتم فين؟ ده ب 10000 دولار، وبيقول له في الخزنه، وبياخد البنت عشان تشوف الخاتم بتاعها، وبتقول له انا مخطوفه ارجوك ساعدني، وبيدخلها جوه الخشبه دي، وبعد ما بيعمل السحر البنت مش بتبان، وبيقول له انت وديتها فين؟ والولد بيختفي وبيكون ماسك موزايه، والناس كلها بيضحكوا عليه وبيكونوا في الكواليس، وبيقول لها ايه اللي بيحصل معاكي؟ وبتقول له ان ده خطيبي وهو كل يوم بيضربني وبيعذب فيا وعايشه معاه بالعافيه، والبنت اللي شغاله معاه بتيجي وبتقول له انت وديتها فين؟ وبتلاقيها قاعده معاه وبتقول له سيبها تمشي، احنا مش عايزين مشاكل وهو خرب الدنيا بره، وبيقول لها ايه رايك تشتغلي معايا مساعده؟ والبنت التانيه بتتضايق وبتقول له ما انا المساعده بتاعتك، وبيقول لها خلاص هيكون عندي 2 مساعده، والبنت بتتعصب وبتمشي، وبتقول له انت عارف ان انا ما عنديش خبره في الخدع والسحر، هتشغلني معاك ازاي؟ وبيقول لها خد التوكه دي ليكي، وبيعلمها السحر والخدع بسرعه، وبياخدها معاهم على المسرح، وبيفضلوا يعملوا السحر والناس بيحبوهم مع بعض. بعد كده البنت التانيه بتتضايق وبتقول له خليها تمشي من ساعه ما جت وخدت مني الشغل، والبنت تكون سامعاهم وبتزعل وبتروح تمشي عشان ما تاخدش رزق حد، ولما بتركب التاكسي بتلاقي خطيبها، واول ما بتشوفه بتروح تمشي بس بيقفل الباب بسرعه.